رسالتنا لشعبنا وأهلنا في الجزائر نقول لهم اليوم الجميع أمام اختبار. نعم، نعرفكم جميعا من أشد الشعوب حبا لفلسطين، نعرفكم جميعا أنكم تقدمون ودوما تقدمون من أجل فلسطين، نعرفكم جميعا أن عقيدتكم أنكم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نحن مطمئنون إلى الموقف الجزائري رسميا وشعبيا، ولكن اليوم نحن جئنا إليكم ونعتقد أن الجزائر هي السند. كل العالم الغربي يتحد في وجه غزة، كل العالم كله العالم الغربي يتحالف بأساطيله، بقواته، بطيرانه، بمقاتليه، بالمرتزقة الذين يأتون من كل مكان ضد غزة. اليوم نقول لأهلنا في الجزائر أنتم السند، ونقول للسيد الرئيس عبد المجيد تبون جئنا إلى الجزائر وندرك أن فيها السند. نقول السيد الرئيس لقد خذلنا القريب وعادانا البعيد، وسندنا هنا في الجزائر. نتوقع من الجزائر الكثير، الجزائر التي أعلنت أنها ليس فقط ترفض التطبيع، ليس فقط أنها لا تطبع، بل جهرت برفض التطبيع وقادت جهودا لمنع التطبيع. الجزائر فعلت الكثير وبإمكانها أن تفعل مزيد، وذلك أملنا السيد الرئيس وأملنا في شعبنا وأهلنا في الجزائر في ظل هذه التحديات الكبيرة، المزيد ثم المزيد ثم المزيد لتعزيز صمودنا في وجه هذه الحرب التي يتحالف فيها العالم الغربي ضد إخوانكم الفلسطينيين في غزة وعلى أرض فلسطين.